يومين 3 كده ظهرت نتيجة الثانوية العامة، وطبعًا كلّكم منقسمين، ويمكن أنت دلوقتي من الناس اللي فرحانة جدًا، ويمكن من الناس اللي زعلانة جدًا، وممكن أنت تكون لسه مش مستوعب أصلًا، أنت لسه مصدوم دلوقتي. قبل أي حاجة عايزة أقول لكم ألف مبروك ليكم جميعًا، لكل اللي حاول إذا كان جبت المجموع اللي أنت نِفْسك فيه أو حتى ما اتوفقتش وما جبتش المجموع اللي أنت نِفْسك فيه، فألف مبروك ليك ولتعبك وتُشكر عليه، وخلّيك عارف إن الثانوية العامة دي مش نهاية المشوار، دي البداية، وأكيد ربنا شايف تعبك طول السنة وربنا هيجازيك وهيعوضك على ده. في الفيديو ده هقول لكم على أهم 7 خطوات لازم تعملوهم بعد ظهور النتيجة على طول، سواء جبت مجموع أعلى من توقعاتك أو حتى أقل منها. وفي آخر الفيديو هقول لك على أهم غلطة معظم الطلاب بيقعوا فيها في الفترة دي، وبجد بتأثر على مستقبلهم وهتوفر عليك وقت ومجهود وحاجات كتير قوي، فخليك معايا لآخر الفيديو. أول خطوة لازم تاخدها دلوقتي إن أنت تهدى كده وتستوعب الرقم اللي أنت جبته، إذا كان الرقم ده أنت كان نفسك فيه أو أعلى من اللي نفسك فيه، أو حتى أنت مصدوم والرقم غير كل توقعاتك ورقم بالنسبة لك وحش جدا، لأن في الوقت ده المشاعر هي اللي بتتحكم فيك مش عقلك خالص. فأنت لو جبت مجموع كبير هتتحمس قوي وممكن تخش كلية أنت مش بتحبها ومش نفسك فيها ومش شبهك أساسا، بس عشان المجموع استخسار مجموع يعني بمعنى أصح، وناس كتير قوي بتعمل الموضوع ده. وبرده لو جبت مجموع أقل من اللي أنت متوقعه هتحس إن الدنيا وقفت، إن الدنيا انتهت ودي آخر رحلة، وأنا حياتي خلاص باظت قبل ما تبتدي وحياتي انتهت قبل ما تبدأ وكل الكلام الكبير. فلازم تاخد كام يوم كده تهدى مع نفسك، تقعد مع نفسك وتفكر وتهدى كويس، وافتكر إن القرار اللي أنت هتاخده ده هيحدد سنين قدام. مش هيحدد مستقبلك بس على الأقل هيحدد من 4 ل6 أو 7 سنين الجايين دول. معظم الكليات 4 سنين، في كليات 5 سنين، في كليات 7 سنين. فأنت دلوقتي هتحدد ال7 سنين الجايين من حياتك شكلهم هيبقى عامل ازاي. نروح للخطوه اللي بعدها، ان في ناس كتير قوي اول ما بتشوف المجموع بتبدا تقارن باصحابها، صاحبي جاب كذا، فلان جاب كذا، ابن خالتك جاب كذا، ابن عمتك جاب كذا، وده غلط جدا. وتقعد تقول انا كنت بذاكر طول السنه وفلان ما كانش يعرف الالف من كوز الذره وما كانش بيفتح حاجه خالص وجايب مجموع اكبر مني. طب ازاي؟ ده فلان كان بيغش وانا كنت بذاكر وهو جاب اعلى مني. طب ازاي؟ هي ما بتمشيش كده. الفكره ان هي ما بتمشيش كده. مش كل ما انت هتعمل مجهود اكبر كل ما هتلاقي ده هتلاقي قصاده. ما بتحصلش كده، هي مش خد وهات. اوقات كتير قوي ربنا بيختبرنا، اوقات كتير قوي بيبقى بلاء من عند ربنا، اختبار. اوقات كتير بيبقى ربنا شايف ايه الحاجه الصالحه ليك وايه الحاجه المناسبه ليك، بس انت مش شايف ده، انت شايف اللي انا عايزه وخلاص. مش بتبقى شايف الصوره الكبيره، ربنا شايف الصوره الكبيره، انت شايف جزء صغير جدا من الصوره وفاكر ان انت عايز تبقى دي حياتك، رغم ان ممكن تكون اصلا مش ده اللي انت عايزه، بس انت شايف ان ده لا ده اللي انا عايزه. مالكش دعوه بحد، وما تقارنش نفسك بحد، سيب كل واحد في حياته وسيب كل واحد باصص في ورقته، وانت كمان بص في ورقتك. شوف ايه المتاح قدامك دلوقتي، شوف ايه اللي عندك وابتدي ان انت تتحرك بيست اون او بناء على اللي عندك دلوقتي. لازم تشوف مجموعك كام بالظبط، لازم تشوف التنسيق بتاعك ممكن يجيب لك في حدود ايه من تنسيقات السنين اللي فاتت. بيبقى في رينج متوقع كده، ايه المواد اللي انت محتاج تقدم فيها تظلم لو انت فعلا شايف نفسك اتظلمت. فانت لو حاسس ان في ماده نتيجتها غريبه عليك او مش مناسبه لمستواك، او انت راجعت بعد الماده دي ولقيت ان انت المفروض تجيب مجموع اكبر من كده، روح اعمل تظلم. الخطوه الثالثه بقى، ما تختارش الكليه بناء عن اراء الناس او بناء عن الناس. ما تحطش الناس في حياتك عامه. يقول لك ايه، كلام الناس لا بيقدم ولا بيأخر. انا بقى بشوف كلام الناس ساعات بيقدم ساعات بيأخر، فانت مالكش دعوه بكلام حد. في ناس بتخش كلية معينة عشان البرستيج، عشان كلية اسمها حلو، او عشان اسمها كليات قمة زي ما بيقولوا، عشان مثلا عيلة كلهم دكاترة فانا لازم ابقى دكتور زيهم، او كلهم مهندسين فانا لازم ابقى مهندس زيهم. مش ختم، هو مش بصمة بناء عليها بيحتسب لك الدي ان ايه بتاعك، انت تبع العيلة دي ولا مش تبعها، ملهاش علاقة. لان في ناس كتير قوي بتعمل الموضوع ده وبعد سنه او 2 بتكتشف ان مش دي الحاجه اللي هي بتحبها ومش عايزه تكمل في المجال ده. وفي ناس بتقعد 2 و3 في الكليه وبعدها بتحول منها وتبدا من الصفر في كليه تانية. ما تعملش كده من الاول، الواحد اصلا خلقه يا دوبك، هتروح بقى 2 وبعدها تحول ترجع من اول وجديد، مش ناقصه. فاسال نفسك انا بحب ايه، انا شاطر في ايه، سوق العمل طالب ايه، وركز اهم حاجه على سوق العمل. حياه ابوكوا ابوس صوابع رجليكوا نفر نفر، ركزوا في سوق العمل. ما تختارش كليه بناء على اسمها وخلاص، او بناء على انت بتحب ايه وبس. برضو الحب مش كل حاجه، بس للاسف فعلا الحب مش كل حاجه حتى في الكليات. مش معنى ان انت بتحب كليه معينه او مجال معين ان انت تخشه، لا، شوف هل المجال ده انت هتقدر تضيف فيه حاجه، تحط فيه بصمتك، تعمل حاجه مختلفه تكسبك فلوس ولا لا. لان شئنا او ابينا، شئنا او ما شئناش، ابينا او عوزنا او ما عوزناش، يعني احنا في عالم رأس مالي بحت، وانت مش تقدر تعيش من غير فلوس.
فلازم تشوف كويس ايه الكليه اللي فعلا منها تقدر تتعلم حاجه، تعمل منها حاجه وتحقق فلوس، وتكون حاجه انت برضو بتحبها وتستمتع بيها، بتجيب لك فلوس. لازم تكون متوفر فيها الثلاث عناصر هدول. ولازم تسأل نفسك أنا مستعد أشتغل بالكلية دي بعد التخرج، ولا أنا مجرد هاخدها دراسة وأنا كده كده هعمل حاجة جنبها أو هعمل حاجة تانية بعد التخرج أصلا. لازم تكون عارف حاجة زي كده ومحددها من دلوقتي، مش تخش الكلية وتتلط فيها وبعديها تكتشف فجأة إن أنت خزقت نفسك. لأن الكلية مجرد بداية، هي مجرد حوالي 4 أو 5 أو 6 سنين في حياتك، وبعديها الشغل هيبقى طول عمرك بقى، هيلزق كده على قفاك. وده يودينا للنقطة الرابعة، وهي مرتبطة برضو بتريليت للنقطة اللي فاتت، وهي ابحث في سوق العمل. لازم تدور كويس وتعمل ريسيرش محترم عن ايه المجالات اللي دلوقتي طالعة وايه المجالات اللي رايحة في 60 ده. اعرف ايه فرص الشغل المتاحة، ايه المهارات المطلوبة، ايه المجالات اللي عمالة تكبر واحتياج السوق ليها بيزيد يوم عن يوم، ايه المجال المنافس، ايه المجال او المنافسه فيها عاليه قوي. لازم تكون عارف الصوره كامله، لازم تعمل ريسيرش وتعرف كويس الدنيا ماشيه ازاي. مش تخش الكليه وبعدين تكتشف فجاه ان مفيش شغل، او ان عدد الخريجين كتير جدا فبالتالي اكتر من احتياج السوق، او تكتشف فجاه مثلا ان المجال بتاعك عايز سفر بره مصر وانت اصلا مش في دماغك ان انت تسافر، او العكس الشغل بتاعك كله موجود في مصر ومفيش مجال للسفر وانت عايز تسافر، وهكذا. لازم تدور كويس تعرف انت عايز ايه وايه الحاجات اللي قدامك يعني. وده يخلينا نروح للخطوة اللي بعدها أو الخطوة الخامسة. وأنت بتعمل ريسيرش كده بالمرة، عدي على الناس اللي في المجال ده، اسأل الناس اللي في المجال اللي أنت اخترته، اسأل ناس فعلا درست في الكلية دي أو اشتغلت في المجال ده، مش ابن خالتك ولا ابن عمتك، مش خالك اللي عمال يفتي ليل نهار، ولا عمك اللي عمال يتفزلك، ولا ابن خالتك ولا ابن ستك ولا اي حد. ما تسالش حد، اسال ناس فعلا درست في المجال ده او اشتغلت فيه او تكون ريليتد بالمجال ده عامه. اسال خريجين، اسال ناس بتشتغل، شوف يومهم بيمشي ازاي، شوف ايه المواد اللي بيدرسوها، شوف ايه الحاجات الصعبه، ايه الحاجات السهله، شوف ايه الحاجات الصعبه دي انت هتقدر تتحملها ولا لا. هل في فرص شغل، هل في فرص سفر، هل في فرص للتريننج او الانترنشيب. لازم تسأل كل حاجة قبل ما تخش. كل دي معلومات هتفيدك جدا 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 بدل ما تخش وتلبس في الآخر. الخطوة السادسة وهي ما تقفلش الدنيا في خلقتك. في طلاب او في ناس اول ما بيعرفوا ان هم مش هيدخلوا الكلية اللي هم نفسهم فيها او اللي هي حلمهم طول عمرهم، بيعتبروا ان خلاص هي انتهت كده، الحياة خلاص كده اتقفلت. بس صدقني ممكن تكتشف ان الكلية اصلا اللي انت دخلتها دي او اللي انت هتدخلها دي المناسبة ليك اكتر، وان الكلية التانية اللي انت كنت عايز تخشها او نفسك فيها مش خير ليك ومش صح ليك، انت ما تعرفش. في ناس كتير قوي نجحت في مجالات عمرها اصلا ما كانت تتخيل ان هي تنجح فيها. اغنى الناس في العالم اصلا مش خريجين طب ولا خريجين هندسه، واغنى الناس في العالم ما دخلوش الكليات اللي هم بيحلموا بيها، بس مش ورا المجال اللي هم بيحلموا بيه، ورا الحاجه فعلا اللي هم بيحبوها، وهنا فعلا حققوا حاجه عمر ما حد حققها قبل كده. ما تمشيش ورا القطيع، ما تبقاش ماشي ورا من وانت صغير انت دكتور انت دكتور انت دكتور انت مهندس انت ضابط انت مش عارفه ايه، انت اصلا ما تعرفش انت عايز تبقى ايه، وتبقى كذاب لو انت متاكد انت عايز تبقى ايه. لان احنا اصلا متخلفين عقليا وكل 5 ثواني بنغير راينا. وصدقني كل تجربه جديده في حياتك هتلاقي اصلا المايند سيت بتاعتك بتتغير، بالتالي اولوياتك بتتغير، والحاجات اللي انت نفسك فيها بتتغير. فما تبقاش قافل فكرك ومخلي فكرك محدود على انا عايز ده وخلاص، عايز ده يا بلاش. استغل اي فرصه ان انت تتعلم حاجه جديده، ويمكن الفرصه دي جايلك عشان ربنا شايل لك الخير فيها. انت ما تعرفش في فتره الجامعه دي ايه اللي هيحصل، ما تعرفش بعد ما تتخرج ايه اللي هيحصل. فلو انت دخلت الكليه اللي انت بتحبها ممكن جدا ان انت تخش وتكتشف فجاه ان مش ده المجال اللي انت عايزه، ومش دي الحاجه اللي انت بتحبها، او ممكن يحصل لك حاجه وحشه، او ممكن ان انت تسقط مثلا، او ممكن ان انت بعد ما تدرس 5 و6 و7 سنين تخرج تشتغل تلاقي ان مش ده المجال اللي انت حابه، تبتدي من الصفر في مجال تاني اصلا كان ممكن توفر على نفسك سنين طويله جدا وتبتدي من بدري، وتوفر عليك وقت ومجهود وفلوس وكل حاجه. عشان كده امشي ورا اللي ربنا اختاره لك. الخيره فيما اختارها الله كده زي ما بيقولوا. الحاجه اللي ربنا اختارها لك هي المناسبه ليك والصح ليك انت، بس انت مش عارف ده. فاهم حاجه ان انت لو دخلت اي مجال اتطور فيه وخليك التوب فيه، لان سوق العمل النهارده بيبقى محتاج مهارات اكتر. كل ما انت عندك سكيلز، كل ما انت بتعرف تعمل حاجات كتير، فانت تمام، انت من التوب. لان سوق العمل بجد يا جماعه بقى هو سوق فعلا، يعني هي مدعكه. الخطوه السابعه ان انت لازم تجيب
ورقه وقلم كده وتكتب بناء على المجموع بتاعك الكليات اللي انت هتكتبها في التنسيق تحت بعض، عشان لما تيجي تكتب التنسيق بتاعك، التنسيق كده كده بيبقى فيه وقت معين، لو الوقت ده خلص بيعيد من اول وجديد وحوارات كده كتيره. بعد ما تكون اخترت شويه حلوين، هم تقريبا 70 رغبه او 72 حاجه كده، فانت اول ما مثلا وصلت لل 50 والوقت خلص هتتعيد من اول وجديد، يعني الوقت لو خلص هتعيد من اول وجديد. فانت الاحسن ليك ان انت تجيب ورقه وقلم وتكتب كل الكليات اللي انت عايزها، مش لازم تكتب ال 70 كليه، انت كده كده بتكتب الكليه بالمحافظات بتاعتها. فانت في الورقه دي اكتب الاسم الكليه بس، اول رغبه مثلا هتكتبها طب، تحتها اسنان، تحتها علاج طبيعي او بيطري، تحتها تمريض، ايا كان اللي انت تكتبه اكتبهم تحت بعض وجنبهم. والكليه اللي انت حاسس ان هي دي اللي ممكن تجيلك او هي دي اللي انا عايزها، ابتدي اعرف كويس ايه السكيلز اللي انت محتاج تتعلمها في الكليه دي، وابتدي انت تتعلمها. مش هقول لك من دلوقتي طبعا ان انت طالع من مطحنه، بس على الاقل لما تخش الكليه ما تقتصرش على مذاكره الكليه بس او منهج الكليه بس، لا لازم تتعلم حاجات كتير جنب مواد الكليه الاساسيه، ما تعتمدش على الكليه فقط، لان انت لو اعتمدت على الكليه فقط مش هتشتغل. فلو انت مثلا دخلت هندسه، ابتدي اقرا واعرف كويس ايه البرامج اللي انت بتحتاجها في الكليه دي. لو دخلت مثلا تجاره، بتبقى عارف ان انت لازم تتعلم على الاكسل كويس جدا، لازم تبقى عارف انجليش كويس جدا. لو هتخش اعلام مثلا، لازم تبقى عارف ان انت تتعلم عن التصوير، تتعلم عن المونتاج، تتعلم عن حاجات كتير قوي. فانت لازم تكون ملم على الاقل بشويه نقط كده، الحاجات اللي انت محتاج تتعلمها. مش لازم تبقى بيرفكت فيها من دلوقتي، مش لازم تتعلمها من دلوقتي، بس على الاقل تكون عارف ان دي حاجات انت محتاج تتطور فيها او حاجات محتاج ان انت تتعلمها، المواد الاساسيه بتاعت الكليه. وده هيفرق معاك جدا 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 وقت الدراسه ما بين زمايلك، انت هتكون مميز ما بينهم، وده كمان هيفرق معاك بعد التخرج. وفي النهايه عايزه اقول لكم بجد، ما تخلوش رقم على ورقه هو اللي يحدد قيمتك، ما تخليش رقم على ورقه هو اللي يحدد مستقبلك. مستقبلك بيد الله، بيدك انت اللي تقدر ان انت تغير مستقبلك من كده لكده باجتهادك بتعبك. ازعل، اتصدم، قضي وقت حزنك، قضي وقت اكتئابك، عادي جدا، خد وقتك، بس خليك عارف ان المكان اللي ربنا حطك فيه ده هو الخير ليك. ربنا مش هيحطك هنا بلا هدف، وربنا مش هيحطك في المكان ده عبث. في ناس مش متعلمين اصلا ووصلوا لنجاحات انت مش متخيلها، وفي ناس دكاتره وعاملين ماجستير ودكتوراه، وصدقوني هنا رجلي كنبه، هنا في دماغهم شايلين المخ وحاطين رجلي كنبه. هي مش بالتعليم خالص، فهي مش بالشهاده خالص بربع جنيه. بس كده، دي كانت حلقه النهارده. كنت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس، واكتبوا لي في الكومنتس ايه الكليات اللي انتوا نفسكم فيها، او ايه المجاميع، رينج المجاميع اللي انتوا جايبينها. ممكن نعمل فيديو عن نتكلم عن الكليات. لو في كليه معينه مثلا عايزين نتكلم عليها اكتر ممكن تكتبوها، فممكن في الفيديو الجاي نتكلم عن التنسيق ونتكلم عن الكليات لو انتوا حابين. وممكن نعمل فيديوز برضو عن النصائح لاولى جامعه هتعملوا ايه الفتره الجايه. والف مبروك ليكم جميعا، واتمنى كلكم من كل قلبي كل التوفيق. بس كده، باي باي.